خلق القرار المفاجئ الذي أصدرته مديرية التربية الحكومية في محافظة الحسكة والقاضي بنقل المراكز الامتحانية لطلاب الشهادات الثانوية العامة بشقيها النظامي والأحرار من مدينة القامشلي إلى مدينة الحسكة حصرا، بعدما كانت مقررة في مدينتي الحسكة والقامشلي. حالة خوف واستياء لدى الطلاب وأوليائهم، وذلك لأسباب عديدة، أهمها بعد المسافة الكبيرة بين المناطق الريفية ومدينة الحسكة والحواجز الأمنية على الطرق، والحالة الأمنية المتوترة في مدينة الحسكة أصلا، عدا ذلك الاكتظاظ المروري الذي سيخنق المدينة، وقد يتسبب أي حادث مروري أو انفجار إرهابي كارثة بشرية كبيرة. وللوقوف على آراء الطلاب وأوليائهم والمدرسين المراقبين حول هذا القرار، قامت بريس 23 بإجراء استطلاع في منطقة آليان التابعة لريفي تربسبية وتشل آغا، الذين أكدوا لبريس 23 عن عدم رضاهم عن تلك الخطوة، وتأملوا أن تقوم بريس 23 بنقل شكواهم إلى الجهات المسؤولة. قامش حتى حسكي عبد الله وهو طالب ثانوي علمي يقول: نقل الامتحانات إلى الحسكة سبب صدمة، وأنهم كانوا قد جهزوا أنفسهم واستأجروا سيارة لنقلهم إلى القامشلي. وتابع: نتأمل أن توصلوا صوتنا إلى الجهات المسؤولة لمساعدتنا على عودة الامتحانات إلى القامشلي. وأضاف: ليكن ذلك لأجل المناطق الأكثر بعدا مثل مدينة ديريك المالكي. سناء وهي طالبة ثانوي أدبي أكدت أن القرار بالأساس يعتبر خطأ فادحا، وتابعت: مشكلة المواصلات وبعد المسافة الكبيرة ستسبب حالة إرهاق شديدة للطلاب، وكذلك الظروف الأمنية غير مريحة ومتوترة. وعما يطلبونه من الإدارة الذاتية والكادر الإداري في المدارس، أكدت سناء أنهم يأملون أن تعود المراكز كما كانت. أيمن وهو أيضا طالب ثانوي علمي يقول: صدمنا بالقرار الذي جاء بشكل مفاجئ، وكانت الصدمة ستكون أخف لو أن القرار صدر قبل شهر أو أكثر. فالامتحان على الأبواب، والقرار جاء مجحفا سواء كان من ناحية بعد الطريق الكبير خصوصا لأبناء عين ديوار وديريك المالكية، وحتى بالنسبة لنا أيضا. وعن المصاعب التي سيواجهها الطلاب، أكد أيمن أن بعض الامتحانات تكون وراء بعضها مباشرة، فتصور حجم المعاناة لطالب استيقظ الساعة 4 فجرا ووصل إلى منزله الساعة 3 عصرا ليغادره في نفس التوقيت في اليوم الثاني مباشرة. وعن واجب الإدارة الذاتية في هكذا ظرف، قال أيمن: كنا نتأمل أن تكون الخلافات السياسية بعيدة عنا نحن كطلاب، فالحوادث الأمنية الأخيرة كان لها أثر في اتخاذ هكذا قرار. وتابع: النظام موجود في الحسكة وفي نفس الوقت موجود في القامشلي، فما الفرق حتى يتم اتخاذ هكذا قرار مجحف؟ وتابع: الهدف منه برأيه هو القضاء على التعليم وتجنيد الفئة الشابة المتبقية في الوطن. واختتم أيمن حديثه: لقد مللنا الكلام من الأطراف السياسية ونريد أفعالا، وأن القرار تم اتخاذه وما من حيلة، ولكم جزيل الشكر. يذكر أنه حدث واتخذ مثل هذا القرار سابقا، ولكن تم العدول عنه، ومن جانبها لم تصدر هيئة التربية والتعليم التابعة للإدارة الذاتية الكردية أي تصريح أو ردة فعل بهذا الخصوص حتى إعداد هذا التقرير. خاص لبريس 23 القامشلي.